السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ النهارده هيبقى سلسلة جديدة وفيديو جديد هيتعمل في الشهر مرة، وهي ان احنا نجاوب على الاسئلة اللي الناس بتسألها عن طريق الكومنتس على الفيسبوك او عن طريق الكومنتس على اليوتيوب. فالنهارده هنبدأ Q&A وهو سؤال وجواب. يلا بينا. ونبدا مع بعض اول سؤال. والصراحه كنت عايز احط اسامي الناس بس فضلت ان انا ما احطهاش، بس يعني يفضل الناس تتابع الفيديوهات وتشوف السؤال والجواب، ممكن يكون سؤاله منهم وانا ان شاء الله ما كنتش فوتت اي سؤال. ونبدا بالسؤال الاول. في حد باعت لي بيقول لي لو سمحت اعطينا معلومات عن عمل وكيل الشحن، يعني وش يسوي، هل عمله مكتبي ولا بالميدان، كام مرتبه، وش الشركات المشهوره اللي ايه اللي دي يشتغل فيها كل شيء بالتفاصيل. طيب، السؤال ده كبير شويه، يعني كبير شويه عشان نتكلم فيه بالتفصيل. تعال نمسك الجزء ده. جزء ان عمل وكيل الشحن هل هو ميداني ولا مكتبي؟ ميداني ان انا بنزل وبتحرك فيه. في جزء وجزء. شركه الشحن دي عباره عن منظومه متكامله. المنظومه دي المفروض ان هي بيتكون منها في ناس بتبيع اللي هم السيلز، وفي اوبريشن، وفي حسابات، وفي اداريين. نقول اربعه ونحط الاداريين منهم او نشيل الاداريين، يبقى هم 3 اجزاء فقط. هو الاوبريشن والسيلز والمحاسبين او الحسابات يعني. فدول الثلاثه الاساسيين في اي شركه. السيلز هو اللي بيبيع المنتج. السيلز مش طبيعي يبقى النسبه الاكبر بالنسبه له ان هو موجود في المكتب، لا، هو المفروض ان هو بيعمل ميتينجز او عنده مقابلات بره، او بيشوف بوتنشال كتيره، او بيشوف مثلا معارض موجوده ليها علاقه بالمجال بتاعه سواء كان شحن او غيره. فالسيلز المفروض يبقى النسبه بتاعته من 80 ل 90% هو بيتحرك، وال10% مكالمات او دوكيومنتيشن. فده الجزء منه هيبقى جزء ميداني وجزء مكتبي، بس الجزء الاكبر هنقول ميداني. عندنا بعد كده الجزء الثاني اللي هو مثلا الاوبريشن ده نسبه 99% الاوبريشن بيبقوا قاعدين في المكتب. نسبه شغلهم مينلي على كمبيوتر وعلى تليفونات فقط، فما بيتخطوش المرحله دي. بس في نسبه منهم لازم تتحرك مع السيلز، مثلا في ميتنج سيلز مثلا او ميتنج تبع القسم اللي انا فيه، فبيحتاج حد عنده اكسبيرينس في الاوبريشن عشان يعرف يتكلم معاه، وهكذا. الحسابات 100% في المكتب، ما لهمش دعوه بالحركه بره الميدان. فحته ان انا اقول ان العمل بيحتاج ان هو يكون ميداني ولا مكتبي، هو على حسب طبيعه الشغل في الشركه دي. يعني انا لو سيلز يبقى هنزل كتير يبقى انا ميداني، لو انا اوبريشن فانا مكتبي، لو انا فاينانس فانا مكتبي. ممكن اكون في الاوبريشن مخلص جمركي، بتحرك على طول، انا اللي بخلص الورق. ممكن اكون رانر او مندوب، فانا المندوب بتحرك، وهكذا. يعني ملهاش حاجه معينه، بس الاوبريشن مينلي مكتبي. يعني لو بنتكلم في اللوجيستكس فانت كاوبريشن انت اهم حاجه عندك التليفون، الايميل، الواتساب، ده اهم حاجه، وتبقى عايز في مكتبك بترد على التليفونات تعرف تحل، وعلاقاتك طبعا هي دي اللي بتفرق. اما السيلز نسبه 80 90% ميداني. فده الجزء الاولاني. نخش في الجزء الثاني. كم راتبه؟ سؤال صعب، يعني ده اظن من الاسئله الصعبه جدا الواحد ممكن يرد عليه. بس يعني ممكن من اللغه او من اللغه العربيه مثلا يكون حضرتك مثلا في دوله عمان او في الكويت او في الامارات او في ايا كانت الدوله العربيه، ممكن يبقى المرتب هناك اعلى بكتير قوي من مصر. في ناس بتاخد في شركات شحن لحد النهارده 2000 و3000 جنيه، وفي ناس بتاخد 6، وفي ناس بتاخد 10، ناس بتاخد 15 و20 و25 و30. هتفرق في ايه؟ مش هقول لك ان هم نفس الليفل. لو هم كلهم نفس الليفل ده ممكن يبقى رينج الارقام لحد 15000. في ناس ممكن تخش ستارتنج ب 10000 و15000. ما اقدرش اقول رقم، لان الاسعار في مصر غير الاسعار في امريكا. يعني لو قررت ان انا اشتغل بكره في امريكا كده اخد بالدولار، فهيرفلكت معايا بارقام حلوه جدا. ال1000 دولار لو خدت 1000 دولار في امريكا فانا كاني باخد 24000، فرقم مش صحيح. وفي ويب سايت كده اسمه جلاس دور، لو انت عايز تعرفي او عايز تعرف المكان ده بيدي افريج كام، لان في شركات بتعتمد على اسمها. مثيلات كونان ناجل ودي بي شنكر ودي اتش ال ودي اس في ويو تي اي، الناس دي كلها بتعتمد على اسمها اكتر ما بديك فلوس. في ناس بتاخد فلوس كويسه جدا هناك، بس مش ده المينلي، يعني مش ده الاساسي. فحته الراتب دي ما اقدرش اتكلم فيها لانها برضه بتفرق بالاكسبيرينس. انا ممكن اروح مكان عندي اكسبيرينس بس ما عنديش علم قوي اعرف اعتمد عليه. راجل اشتغلت بقالي 20 سنه بس ام نوت جود ان مانجمنت، ما خدتش حاجه علاقه بالمانجمنت، ما كانش تحت ايدي اداره معينه، او كان تحت ايدي ناس اعرف احركهم، او كان تحت ايدي مشروع.
فبتفرق من حد للتاني. ما اقدرش اقول رقم معين، يعني ما اقدرش اقول انا باخد كام مثلا فهقيم نفسي او هقول رقمي ده هيقيم على كل الناس. لا، انا الاكسبيرينس بتاعتي ممكن تكون اقل من ناس كتير جدا اعرفهم يعني. وايه الشركات المشهوره اللي بيشتغل فيها كل شيء؟ شركات مشهوره انا قلت اساميهم تقريبا. لو قلنا مثلا كونان ناجل، كنت شغال فيها فتره ما، وهي معروفه ان هي من اكبر شركات الشحن على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس في مصر في شركات لوكال قويه جدا، وفي شركات انترناشونال برضو قويه جدا زي دي بي شنكر، زي دي اتش ال، لا في شركات كتير يعني ما اقدرش اقول اسامي يعني، بس انا اللي اقدر افتكرهم هم كونان ناجل ودي بي شنكر ودي اس في. دول مشهورين والعالميين يعني. اما من الشركات اللوكال، لا احنا هنتكلم في مصر ما شاء الله فيها كميه شركات شحن ضخمه يعني، تختلف بقى من شركه للتانيه ومن الاوبريشن بتاعها للتاني ومن قوتها والسيلز وقوه الباك جراوند بتاعتها وقوه صاحب الشركه طبعا وقوه الناس اللي شغاله، فما اقدرش برضه اقول فيها حاجه دي. بس نخش على السؤال الثاني وهو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف اعرف سعر شحن الحاويات وكيف اعرف افضل سعر في شركات خطوط الشحن البحري؟ لو كنت جيت لي او كنت جيتيلي من 4 5 سنين كنت اقول لك بص الروت ده جامد جدا فيه الخط ده، والروت ده جامد جدا فيه الخط ده. دلوقتي مفيش الكلام ده خالص، كل ده اتلغى. كان من فتره طويله جدا، هنقول اكتر من 5 سنين، كان كل خط ماسك روت او ماسك سيرفيس معينه. مثلا في خط بيروح من اسكندريه لتركيا، فالخط ده ما بيخليش حد يطلع معاه المركب دي، مفيش خط تاني بيطلع معاه المركب دي. فكنت اقول لك لا، الخط اللي اسمه اكس ده جامد جدا، ده اقواهم. خط تاني واخد روت تاني، خلاص ده الخط ده بيمشي الروت ده فالناس كلها بتروح له. دلوقتي لا، دلوقتي بقت في زي انواع من انواع الاتفاق عشان يقللوا الكوست عليهم شويه. فيقول لك ايه، يقول لك ان انا عندي سبيس هطلع 10 حاويات وهاخد من الخط الواي ده هاخد منه 20 حاويه احطهم على مراكبي بمقابل مادي اصغر، وهكذا برضو لما يكون عنده هو سيرفيس انا هطلع عليها عشان ما تلخبطوش في الحته دي. هي اتفاقات خلت ان معظم الخطوط قريبين جدا من بعض. ازاي بقى اعرف احسن سعر سواء كان الطريق ده احسن او السعر ده احسن او السعر ده احسن؟ هي في مليون حاجه. انك دايما تبقى ابديتد بالاسعار، تبقى انت عارف ان في 4 5 خطوط موجودين في الطريق ده. مثلا لو انت راجل بتصدر لتركيا فانت هتبقى عارف بدماغي كده مثلا ان انا اعرفهم. عندك اركس، عندك ميدكون لاين، عندك سي ام اي، عندك السي لاند، عندك كذا حد بيروح. فانا باخد تور كده على الناس دي وبشوف، او اعتمد على حد اكسبيرينس. شركات شحن ممكن تكلمني تلاقيني موجود، تسالني تقول لي احسن اسعار موجوده بدي ايه، وشركات الشحن تبقى عندها خبره اكتر لانها بتتعامل مع اكتر من عميل. فالفرايتيز دي بتخليه ان هو شايف اكتر الديستنيشنز اللي هو بيشتغل عليها، على عكس المصانع. ممكن يبقى المصانع بتشتغل على مستوى العالم في كل حته، بس هو بيشتغل على منتج واحد وممكن يبقى 2 او 3 او 10 ديستنيشن ثابتين. اما شركه الشحن بتعامل اللي بيشتغل في الازاز، وبتعامل بيشتغل في الحديد، وبتعامل بيشتغل في الشكاير الاسمنت، وبتعامل بيشتغل في العربيات وفي الطيارات وفي المشاريع. فانا بتعامل مع كله، فممكن يبقى خبرتي اكتر بكتير، او نقول عمق الخبره اكبر بكتير من اي حد. فلو انت عايز تعرف فانت اعرف الاول الخطوط بتروح فين. شوف يعني حدد كده، اعمل اكسل شيت عشان اختصر لك الاجابه على السؤال ده واختصر لك الاجابه على السؤال ده. اكسل شيت، والله اللي بيروح تركيا من مصر 1 2 3 4، واللي بيروح من هنا لهنا 1 2 3 4. فانا وانس ان انا بحتاج ان انا اشوف اسعار، فانا لازم ابص على الحاجات دي، ابص على ال3 خطوط دول، اشوف مين اللي بينافس. لو جاي لي خط جديد، الخطوط الجديده بتبقى دايما عايز تاخد شغل وعايز دايما تبقى كومبيتيتيف عشان خاطر تبيع نفسها. فركز، لو لقيت حد بيكلمني من السيلز بتوع الخطوط الجديده او من الناس الجديده، ارد عليهم واديهم فيدباك واقول لهم لا انا عايز اسعار احسن، وهم يحاولوا وبيسعوا لان هم عايزين يخشوا ماركت. فانت ممكن تكون سبب في ان هو يساعدك بارقام احسن وتدخله انت كمان في المقابل الماركت. السؤال الثالث عندنا، متى يتم دفع تكلفه الشحن عند وصول الشحنه للبلد المستورد ام قبل؟ طيب بص، السؤال ده ممكن يكون فيه شويه تريكات وشويه مواضيع كده محتاجين نناقشها قبل ما نخش هيدفع قبل او بعد. دلوقتي احنا عندنا مشكله. ايه هي المشكله؟ ان احنا نفهم الاول الديل بدا عامل ازاي. يعني هنقول ان حضرتك بتتعامل مع فريت فوروردر، بتتعامل مع شركه شحن، نقول بتتعامل مع عمرو. فانت جيت قلت لعمرو، عمرو انا عايز اشحن البضاعه دي من مصر لالمانيا، من اسكندريه لهامبورج. فعمرو اتفق معاك قال لك تمام يا فندم مفيش مشكله، شحنا الحاجه والمركب طلعت، بعت لك الفواتير. فطالما بعت لك الفواتير يبقى انا كده متفق عليها بري بيد، لان حضرتك اللي هتدفع لي الفلوس، فطالما سافرت يبقى انا هاخد الفلوس من حضرتك. فاحنا كده البوليصه بتاعتنا بري بيد، فانا بحاسب الخط وبعد كده حضرتك بتحاسبني.
لو اتفقنا ان البضاعه حضرتك هندفعك بعد 30 يوم، هنديك كريدت مثلا 30 يوم. الكريدت ده المفروض يبقى عباره عن عقد بيني وما بينك بيقول ان حضرتك ليك كريدت ما تدفعش غير خلال 30 يوم من بعد ما ابعت لك الفاتوره بتاعت الشحن. فانا كده حضرتك هتدفع لي بعد 30 يوم. المركب وصلت بعد 10 ايام، بعد 15 يوم، بعد 20 يوم، ولا تفرق. بس اهم حاجه ان انا بتجيلي فاتوره من الخط بالفريت او بالشحن البحري، فانا بحاسبك عليه. لو انا مديك كريدت شهر، فانا بحاسب الخط عليه وبفضل قايل لك بعد شهر حضرتك تدفع لي في اي وقت خلال الشهر ده. وده بيبقى بيزد على العقد، وفي ناس بتعملها من غير عقود، بس طبعا يفضل ان هي تبقى بعقود عشان خاطر احقاقا للحق ما بين الطرفين يعني. في جزء تاني بقى لو انت بتسال عليه، اللي هو البريبيد والكولكت. لو الشحنه بريبيد يبقى انا هدفع الشحنه واحنا في مصر. يعني انا من مصر لاسكندريه، الشحنه اول ما بتتحرك من على المركب والمركب تمشي انا بحاسب عليه، فدي كده بريبيد. ان كيس ان هي كولكت، فانا لما الشحنه توصل هنخلي الايجنت هناك او الشخص اللي هناك هو اللي هيحاسب عليه. بس ده بيفرق عند وصول الشحنه لبلد المستورد او قبل، على حسب البوليصه انت متفق عليها ايه، بريبيد او كولكت. ده لو قصدك بحته بريبيد او كولكت يبقى بريبيد قبل، كولكت بعد. اما بالنسبه لاتفاقك مع الفريت فوروردر في خلال الشحن، لو حضرتك بتتعامل مع فريت فوروردر او شركه شحن، فشركه الشحن بتدفع الفلوس از بريبيد، وبعد كده بتحاسبها انت بعدين بقى على حسب اتفاقك معاهم. دي مش هنتكلم فيها كتير يعني. والسؤال الرابع عندنا سؤال اخر من فضلك: ما هي الوثائق التي سيرسلها لنا وكيل الشحن؟ فقط بوليصة الشحن ام سيقوم بعمل قائمة تعبئة؟ بص عشان خاطر برضو او حضرتك تبصي، شركة الشحن او الفريت فوروردر ملوش دعوة البضاعة اللي جوه عاملة ايه، يعني وضع البضاعة جوه عاملة ازاي، الا لو حضرتك طلبت ان هو يتدخل فيها وهو عنده خبرة فيها. بمعنى ان حضرتك دلوقتي شركة الشحن عبارة عن وسيط شحن، ملوش دعوة ايه اللي هيتم في البضاعة او هتحملي كام كرتونة. انا يهمني نعرف ايه هي طبيعة نوع البضاعة، عشان خاطر وانا بدي لحضرتك السعر وابقى واثق ان الاسعار دي فاليد لنوع البضاعة دي. فانا بقول لحضرتك مثلا حضرتك هتحملي ايه، فانت مثلا هتقولي هتحمل شيبسي، فانا ببلغ الخط بقول له ان احنا ده شيبسي، فيديني سعر يقول لي مثلا $100. فانا اخد ال $100 دول اروح لحضرتك اقول لك دول هيبقوا 110. ف 110 دي ال $10 دي مصاريف يعني. فحضرتك بتحملي 1000 كرتونه، 2000 كرتونه، 3000 كرتونه، مليون كرتونه، ما يهمنيش، ما يخصنيش، لان حضرتك المسؤوله، حضرتك اللي بايعه البضاعه دي. فحضرتك بتعملي بيان العبوه بتاعك، بتعملي الكوميرشال انفويس بتاعتك. البوليصه الحاجه الوحيده اللي انا باخد بيانات ببيان العبوه ده وبحطه في البوليصه. يعني حضرتك بتقولي لي ان انا حطيت في الحاويه 1000 كرتونه، 1000 كرتونه شيبسي، فانا بحط في البوليصه 1000 كرتونه شيبسي. فحضرتك عندك حل من الاثنين بقى. انا ما بعملش قائمه التعبئه، انا ممكن اخدها من حضرتك او من حضرتك كمصنع هو اللي مصدر. يعني نقول مصنع اكس عمل كوميرشال انفويس، عمل فاتوره وعمل بيان عبوه او قائمه تعبئه، فباخد الاثنين دول من حضرتك وبحطهم مع البوليصه اللي انا سحبتها من الخط وابعتهم للديستنيشن اللي حضرتك عايزاها. بس انا مسؤوليتي ان انا اخد البيانات من حضرتك احطها في البوليصه، وبعد كده البوليصه بيطلع لي منها درافت عشان حضرتك تراجع عليها وتتاكدي كميات، اوزان، هكذا. اي بيانات حضرتك عايز تحطيها في البضاعه بتحطيها، لكن مسؤوليه وكيل الشحن او شركه الشحن ملوش دعوه خالص بتفصيله البيان العبوه او الفاتوره. الفاتوره دي حاجه بينك وبين المشتري، ما يخصناش. البيان العبوه دي حاجه بين حضرتك وبين المشتري او بين حضرتك وبين المشتري. فالموضوع ما فيهوش جدال كتير اكتر من ان انا ممكن اخد الحاجات دي من حضرتك او من حضرتك واقوم جاي باعتها للكونسايني او المشتري الناحيه الثانيه مرفقه مع البوليصه بتاعتي. السؤال الاصعب: مين في مصر افضل فريت فوروردر؟ من هو افضل شركه شحن موجوده في مصر؟ والله في كتير يعني، مش عارف اقول مثلا شركه كذا هي الافضل على الاطلاق، بس رانكينج على مستوى العالم مثلا في السي فريت والاير فريت كمان، اظن السنه دي او السنه اللي فاتت كان كونان ناجل. مش هقول ده عشان كنت شغال فيها، بس يعني كونان ناجل من الشركات الكبيره اللي موجوده في مصر وخدت مشاريع حلوه جدا في مصر. دي بي شنكر برضو نفس الموضوع، من الشركات الكبيره قوي. بس ما اقدرش اقول مين فيهم الافضل، يعني صعب جدا تقول ان شركه كونان ناجل هي الافضل او دي بي شنكر هي الافضل او ايجيبشن هاوس اوف شيبينج هي الافضل.
كل واحد ليه افضليه في حته معينه، كل واحد عنده امكانيات معينه، بس انا مقتنع قناعه تامه ان كل واحد عنده امكانيات. يعني مثلا شركه زي شركه كونان ناجل، لا بيتوفر لها فند كويس جدا عشان تعرف تزود من امكانياتها. شركه زي دي بي شنكر نفس الموضوع. شركه زي اي اتش اس الفند مختلف خالص عن التانيين. بلس كمان الناس اللي بتسبورت او نوع التريننجز اللي بياخدوها بتختلف. بس كقوه لا، انا ممكن اقول لك شركه مثلا اي اتش اس هي الاقوى في مجال معين او في حته معينه، وكل واحد ليه مميزات. يعني ما ينفعش اقول برضو مين الافضل وده الافضل، لا، في شركات كل واحد ليه ميزه في حته معينه ما اقدرش اتكلم فيها. يعني ما اقدرش اتدخل فيها، ما اقدرش اقول لك لا، يعني لا، يعني في فرق كبير قوي. فما اقدرش اقول لك مين فيهم الافضل، ولكن هقول الافضل هو ايجيبشن هاوس اوف شيبنج عشان انا لسه شغال فيها لحد النهارده. وعندنا سؤال سادس عشان خاطر انا نسيت احطه في الفيديو فصورته في مكان تاني، فهتلاقوا المكان تقريبا مختلف عن الاولاني. فقلت السؤال ده الصراحه ما فوتوش عشان خاطر يبقى كل شهر احنا خدنا كل الاسئله اللي اتسالت. وفي كان في حد بعت لي قال لي على موضوع السؤال ده، فافضل ان انا اجاوبه في نفس الفيديو. السؤال كانت من واحده قالت انا خريجه تجاره انجلش وقررت اخد دبلومه في اللوجيستكس، مفيش حاجه اسمها لوجيستيك. هل الاكاديميه البحريه مكان مناسب لو اخدتها منه؟ بصي، رقم واحد الأكاديمية البحرية مكان مناسب جدا إنك تاخدي منه، خصوصا الأكاديمية هي الأولى تقريبا على مستوى مصر أو مستوى العرب بتدرس لوجيستكس. عندها ديبارتمنت اسمه لوجيستكس، أو هي من أوائل الناس اللي يعني عملت القسم ده. وتمتاز إن هي عندها دكاترة يعني فوق الممتاز، دكاترة عندهم علم كبير جدا، دكاترة اوريدي معاهم ماجستير، ودكاترة معاهم دكتوراه، وعندهم في مجالات وتخصصات كتيرة جدا جوه. فكأكاديمية طبعا اتوتال ريكومند، ممكن تروحي طبعا. بس هقول نصيحه قبل ما تفكري انك تاخدي كورس وتصرفي فيه فلوس. قبل ما تصرفي الفلوس حاولي الاول تعملي شيفت كارير، انك تفهمي البيزكس، وبعد ما تفهمي البيزكس تروحي تشتغلي في المجال، ومن بعد ما تشتغلي في المجال تبتدي تاخدي كورس او تاخدي كورسات عشان خاطر تطوري من مكانك او تطوري من المجال اللي انت فيه. ليه بقول حاجه زي كده؟ اظن لو انت لسه متخرجه من تجاره انجليش فاظن في مواد كتيره جدا انت خدتيها ولكن لم تطبقيها بالفعل، او يمكن تكوني بتاخديها والواحد بيندم بعد كده ان هو يا ريته كان مركز فيها او كان فهمها. انا من الحاجات اللي خدتها وندمت ان انا خدتها في البدايه خالص هي دبلومه الفياتا. دبلومه الفياتا دي المفروض تتكلم عن القانون البحري وكل حاجه لها علاقه بالبحر والطيران، اي حاجه لها علاقه بالشحن عامه. للاسف انا كنت بخلصها عشان خاطر انا عندي امتحان وعايز اخد الشهاده عشان ابقى سيرتيفايد فياتا دبلومه. لكن ايه الفايده اللي انا خدتها؟ مفيش. بس انا خدت شهاده، بس الشهاده دي ممكن تكون فادتني بنسبه 10% ان انا اكون سيرتيفايد فياتا، فبتزود من فرصتي في الشغل، بتزود من فرصتي في ان انا اكون في مكان كويس او اخد سالري كويس. بس ايه العلم اللي انا خدته منه ما طبقتوش خالص، او يمكن طبقت منه 10% بس في شغلي. كنت افضل ان الحاجات دي اكون عارفها قبل ما اشتغل او بعد ما اشتغل، على الاقل اكون فاهم الموجود. لو انت من الناس الواعيه قوي انك تفهمي او تتعلمي الحاجه وبعد كده تخشي تطبقيها في المجال، فتوكلي على الله. طبعا الاكاديميه البحريه او الاي او سي، في كليات كتير جدا بتبتدي دلوقتي موضوع اللوجيستكس ده او تدي كورسات لوجيستكس وبراهم كمان، زي منظومات زي اسالسكا، زي الاي او سي، كذا حد بيدي الحاجات دي، بيدي كورسات ليها علاقه باللوجيستكس. واليوتيوب مفتوح، يعني انا اقل واحد موجود ممكن يكون بيتكلم عن اللوجيستكس. يعني في حد اسمه لوجيستاوي تقريبا بتاع دكتور اسمه هشام، استاذ دكتور هشام، ده من الناس برضو اللي بتعمل حاجات وفيديوهات مفيده جدا ليها علاقه باللوجيستكس والسبلاي تشين والكاستم كليرنس والنقل بوجه عام يعني. فلو انت عايز تتعلمي البيزكس هتلاقيها موجوده على اليوتيوب. لو انت عايز تبقى ادفانسد اكتر نشتغل. يعني انا بحس ان هو الموضوع نشتغل في المجال، ولما نشتغل في المجال نبتدي نطور من نفسنا. نطور من نفسنا ازاي؟ نتعلم سكيلز اكتر، نشتغل اكتر، نفتح في مجالات اكتر. شغال صادر اشتغل وارد، شغال بحر اشتغل طيران، ادرس، اخد جزء معين حاسس ان هو بالنسبه لي حلو جدا فانا هخش اخد فيه كورس ليه علاقه باللوجيستكس مانجمنت، هاخد ام بي اي ليه علاقه بالسبلاي تشين، هاخد معرفش ايه. بس ما ترميش نفسك في حته ولسه هتعلم فيها. لان انت لو معاكي مليون كورس، معاكي دبلومه الفياتا، معاكي ماسترز من الاي سي، معاكي ماستر من الاكاديميه البحريه، لو الاكسبيرينس بتاعتك صفر مش هتتعيني خالص، هتبقى فلوس كلها اترمت في الزباله. واحنا بنضيف لنفسنا كل مره ان احنا بناخد كورس عشان نضيف لمجهودنا، نضيف للكارير بتاعنا عشان ناخد فلوس اكتر وناخد بوزيشنز اعلى. فنصيحتي ما تبدايش بالكورسات، ابداي بانك تشتغلي في المجال، ابداي انك تعلمي البيزكس، وبعد البيزكس نبدا بقى نطور من نفسنا في الباقي. بس كاكاديميه بحريه طبعا فوق الممتاز، ما اقدرش اتكلم عليه، والاي سي طبعا. بس وبكده نكون خلصنا السلسله دي.
لو عجبتكم السلسله دي اظن يعني هنستمر فيها ان شاء الله لو لقينا كميه اسئله مستاهله ان الواحد يجاوب عليها. احنا جالنا 5 اسئله وحسيت ان انا عايز اشرح تفاصيل الاسئله دي، عشان خاطر في بعض الاسئله الناس بتحتاج ان هي تبقى ليها اجابات مشروحه اكتر ما هي مكتوبه، وخصوصا ان انا ممكن ما اكونش بعرف اعبر بالكتابه اكتر. فلو عندك سؤال تاني، الناس اللي سالت انا هخش ارد عليهم على الكومنتس واقول لهم ان خلاص الفيديو نزل عشان خاطر يشوفوه. لو عندكم اسئله تانية او تفصيله تانية حاسين ان انا لسه ما وضحتهاش، ابعتوا لي تاني واطلبوا مني، عشان خاطر ان شاء الله هيبقى كل شهر فيديو. هنعتبر ده الشهر بتاع نوفمبر، يبقى احنا كده عندنا شهر ديسمبر ان شاء الله، وتكون اخر فيديو في نهايه السنه. ويا رب اكون فدتكم ان شاء الله، والفيديوهات الجايه ان شاء الله تكون مفيده في اللوجيستكس والسبلاي تشين، او مين اللوجيستكس والشحن البحري بما اني شاطر فيها شويه. يلا، سلام عليكم.